ازاي اختار المجال المناسب ليا ولا ادخل المجال اللي الكل بيشكر فيه وفيه فرص شغل كويسة وبيقولوا ان فيه فرص شغل كويسة؟ لما بنبدأ نتعلم برمجة اول حاجة بنقع فيها هي متاهة التخصصات. ادخل ويب ولا ابلكيشن ولا ذكاء اصطناعي ولا سايبر سيكيورتي ولا داتا اناليسيز ولا جيم ديفلوبمنت، ولا ادخل ايه بالظبط، ولا ادخل اي مجال بالبركة وزي ما تيجي يا تصيب يا تخيب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم، انا محمد القاضي ودي قناة شفرة بلس. انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. حضر قهوتك وجهز قلمك وكشكولك ويلا بينا نبدأ. اول حاجة لازم تكون عارفها ان البرمجة مش معتمد على مجال معين، هو ده اللي فيه كل حاجة وهو ده اللي فيه فرص شغل كويسة وهو ده اللي فيه الفلوس كلها وهو ده اللي هيخليك مليونير، وهو ده محور الكوكب كله وهو ايه الكل في الكل. مفيش حاجه اسمها كده، لان في ناس مثلا تقول لك ايه، ان الويب هو اللي فيه فرص شغل، ان الابليكيشن هو اللي فيه فرص شغل، مع ان البرمجه كلها مش معتمده على مجال معين. انت دلوقتي عشان تحدد المجال المناسب ليك اول حاجه لازم تكون عارفها المفاهيم الاساسيه بتاعه البرمجه. يعني ايه؟ تكون عديت على حاجه اسمها داتا تايب، يعني تكون عديت على حاجه اسمها لوب، يعني تكون عديت على حاجه اسمها فانكشن، سترينج، اري. الحاجات دي المفروض تكون عارفها قبل ما تبدأ ان انت قبل ما تختار تخصص هتمشي فيه. فالمفاهيم الأساسية مهمة جدا عشان هي اللي هتخليك تكمل بعد كده. بعد ما تكون عارف المفاهيم الأساسية تبدأ تشوف التخصص المناسب ليك. طيب والله ازاي انا اختار ما بين المجالات دي كلها؟ اختار ويب ولا ابلكيشن ولا اي اي ولا سايبر سيكيورتي ولا داتا اناليسيز ولا داتا ساينس ولا حاجات كتير قوي؟ انا مش عارف ازاي ابدا ان انا ادخل المجال المعين ده او اديله شغفي واديله طاقتي واديله كل وقتي عشان ان انا ابدا ان انا يجيلي فيه فرص شغل كويسه. اول حاجه لو انت ما حددتش هدف كويس من التعلم، يعني انت مثلا بتحب المواقع فتروح مثلا تتعلم ويب، بتحب الابليكيشن فتروح تتعلم ابليكيشن، بتحب والله الماشين ليرنينج والحاجات دي فاروح اتعلم اي اي، بحب والله السايبر سيكيورتي وان انا مثلا وابدا ان انا اشوف باج واخد عليها باونتي. انا مش عارف هعمل ايه. فانا دلوقتي والله لو انا مش محدد هدف زي ما انت بتقول كده، فانا ازاي هعرف المجال المناسب ليا؟ والله دلوقتي انا عندي وقت فاضي، فانا هبدا اتارجت من شهر لشهرين. لو عايز تطول عن كده ماشي، اكتر من 3 شهور هيبقى كده خطر عليك انت، لان انت كده بتضيع وقت ومجهود على الفاضي. فانا والله دلوقتي هبدا اخد حاجه حاجه. دلوقتي عندي الويب، هبدا ان انا ادخل فرونت اند، والله ارتحت فيه هكمل فيه، ما ارتحتش فيه هرميه واشوف الباك اند. والله هاخد فتره فيه، ما عجبنيش هرميه واشوف اللي بعده. ادخل على الابليكيشن، والله الابليكيشن عجبني وكويس وحلو فيه وحددت هدف خلاص والدنيا تمام هكمل فيه، ما عجبنيش هرميه. هدخل مثلا على الاي اي، هجرب كده اشوف الماشين ليرنينج جاي معايا، والله ده الكوميونتي بتاعه كويس، ده الناس شغاله كويس وبتشكر فيه ومش عارف ايه، والتول اللي بيستخدموها كويسه والمشاكل اللي بيقابلوها قليله، وهكذا. والله لو كده هكمل فيه، عجبني ومش عارف ايه هكمل فيه، ما عجبنيش هشوف سايبر سيكيورتي، اشوف مثلا تخصص كويس فيه، لان السايبر سيكيورتي تخصصاته كتير فهتحتاج تبحث قبل ما تدخل اي حاجه في السايبر سيكيورتي وتفهم انت هتعمل ايه. والله عجبني الموضوع هدخل فيه، لو ما عجبنيش هروح اشوف مثلا داتا اناليسيس، داتا ساينس. هروح اشوف يا عم بص انت تمشي بالطريقه دي، والله مثلا اللي هيعجبني انا بجرب يعني. انت ليك دلوقتي فتره تجربه، فاي حاجه عموما انت محتار فيها بتبدا ان انت تجرب، عجبتك بتكمل، ما عجبتكش بتشوف غيرها. بس دي الفكره. طيب تعالى ناخد نبذه عن التخصصات عشان مثلا لو انت عايز تحدد هدفك من دلوقتي. تعالى دلوقتي على الويب ديفلوبمنت، تطوير الويب ده واحد من اكتر المجالات انتشارا. الفرونت اند الجزء اللي المستخدم بيتعامل معاه زي تصميم الصفحات والأزرار القوائم، الهيكل الأساسي بتاع الموقع. الباك اند الجزء اللي بيشتغل من ورا الكواليس زي قواعد البيانات والسيرفرات، وغالبا الشركات بتحتاج الناس اللي عندهم خبرة في الاتنين، وبيتسمى في الآخر الفول ستاك. يعني انت لما مثلا لو ذاكرت الاتنين هيبقى اسمك فول ستاك ديفلوبر موبايل ابلكيشن. لو نفسك تعمل تطبيقات زي الانستجرام او الواتساب فالمجال ده هيبقى كويس ليك. عندك الاندرويد بلغة كولتين، وعندك الاي او اس بلغة سويفت. تالت حاجة الكروس بلاتفورم زي فلاتر بلغة دارت بيشغل التطبيق على اندرويد والاي او اس مع بعض. الاي اي والماشين ليرنينج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مجال بيخلي الكمبيوتر يفكر ويتعلم زي الانسان. ليه تطبيقات كتير زي الشات بوت والترجمة التلقائية والتعرف على الصور والأصوات. رقم 4 داتا اناليسيز تحليل البيانات، لو بتحب الأرقام والإحصائيات فالمجال ده هيبقى كويس ليك.
بتحلل بيانات ضخمة وتطلع منها معلومات تساعد الشركات انها تاخد قرار في اي حاجة بتعملها. رقم 5 الديف اوبس، ده المجال اللي بيربط بين المبرمجين والناس اللي بتدير السيرفرات. الهدف انه بيسهل عملية تطوير البرامج وتشغيلها بشكل اسرع واكثر امان. رقم 6 الامن السيبراني، السايبر سيكيورتي، وده محتاج ان انت تبحث فيه لان المجالات بتاعته كتير زي ما قلنا. رقم 7 الجيم ديفلوبمنت، ده لو انت واحد رايق بتحب الالعاب وبتحب ان انت بتحب الجيم عامة يعني، فتقدر ان انت تمشي في التخصص ده وتسيرش عنه وتشوف اكتر ازاي الرود ماب بتاعته ماشيه ازاي وتبدا ان انت تدخل فيه. دلوقتي انت خدت نبذه عن كل المجالات، فانت المهم دلوقتي ان انت تحدد المجال بنفسك. انت دلوقتي والله مش محدد هدف، لو انت محدد هدف فانت هتبدا والله تشوف الهدف ده على اساس ايه. انا بحب الويب هدخل ويب، بحب ابلكيشن ادخل ابلكيشن، بحب اي اي وماشين ليرنينج هدخل اي اي وماشين ليرنينج، بحب كذا هدخل كذا، بحب. انما لو انت مش محدد فدي المشكله، مفيش بديل غير انك تجرب. لو مثلا انا شغال فول ستاك، انت الفول ستاك لو قلت لك اتعلم فول ستاك، الفول ستاك جميل، هو جميل بالنسبه لي، انما بالنسبه لك مش هيكون جميل خالص. يعني انت ممكن مثلا اول ما تدخل فيه انا ما بحبش الكلام ده، انا مش عاجبني الموضوع ده، فانت هتحس ان انا بجبرك على حاجه. فلا، انت ما تخليش حد يجبرك على حاجه. انت دلوقتي في فتره تجربه، خد مثلا تارجت شهر، شهرين، 3، على حسب ما انت عاوز تبدا ان انت تجرب. والله عجبني الموضوع بتاع الويب هدخل ويب، ده عجبني ابلكيشن هجرب ابلكيشن، عجبني كذا هدخل كذا. بس المهم ان انت في الاخر ما تخليش حد يتحكم فيك ولا يقول لك المجال ده فيه فرص شغل كويسه، فانت تجري وراه وتسمع الكلام وتحس ان الموضوع بقى خلاص الابواب كلها اتفتحت لك، وانا خلاص هبقى مليونير وهذاكر وهعمل وكله في 6 شهور بس. زي ما بتسمع في الكورسات زي ما بيقول لك 6 شهور او سنه وهتبقى مية مية، ويقول لك تعالى خد الكورس ده هيخليك مثلا بريمو في 10 ايام، وانت تروح تسمع كلامه وتقول خلاص انا هجيب فلوس من بعد ال10 ايام. اهم حاجه ان انت اللي تختار التخصص، انت اللي تجرب وانت اللي تحكم. ومفيش حاجه اسمها المجال ده فيه فرص شغل كويسه والمجال ده مفيهوش. كل المجالات في البرمجة فيها فرص شغل كويسة، كل المجالات مطلوبة، كل المجالات فيها فرص شغل، كل حاجة فيها شغل وفيها فلوس. بس انت اشتغل على نفسك وحط تارجت وحط اهداف. حتى لو الفلوس، حتى لو حاطط ان الفلوس اهداف، فهي اهداف وهتقدر توصل لها طالما عندك هدف وتقدر ان انت تمشي فيه وعندك اصرار ان انت تمشي فيه وتخلصه، فانت هتوصل له ان شاء الله. بس الفكرة كلها انك تبدأ تشتغل على نفسك وتبدأ تجرب لو انت محتار. تاني حاجة، لو انت بقى خلاص حددت هدفك وان انت تدخل كذا، لازم ان انت تدخل الكوميونتي، لازم تدور على الجروبات بتاع الكوميونتي مثلا بتاع مجال كذا، وتبدأ تشوف الناس وتسألهم هل المجال ده كويس معاكم، بتستخدموا طول ايه التولز اللي بتستخدموها وبتسهل عليكم الدنيا اكتر، ايه مثلا الحاجات اللي انا اقدر اذاكر منها، ايه المصادر، ايه الحاجات. وتقدر انت تسأل وتعرف وتفهم، تبدأ ان انت تدخل ويبقى معاك كوميونتي، تقدر تسأل مثلا اي حد لو واقف معاك اي حاجة، تقدر انت تسيرش على اي حاجه وقفت معاك فيه، تبدا ان انت تعمل علاقات كويسه في المجال بتاعك، تبدا ان انت يبقى معاك ناس تقدر ان هي تساعدك في المجال بتاعك لو عوزت اي حاجه، لو وقف معاك مثلا مشكله. وفي النهايه البرمجه مش سباق ومش كلمه حلوه وخلاص ان انت مثلا هتعلم برمجه وفي الاخر ما تتعلمش، لا، حط هدف وامشي عليه واشتغل على نفسك وابدا. اهم حاجه تبدا، لان نقطه البدايه هي اصعب نقطه، لان المشكله كلها في البدايه. انت مستصعب ان انت تبدا، كل الصعب في البداية. أول ما تبدأ هتلاقي الدنيا بقت سهلة وكل حاجة جت ورا بعضها. فالفكرة كلها إن أنت تبدأ، لأن أنت هتندم مع الوقت اللي أنت ضيعته في الخوف إن أنت ما بدأتش. فابدأ واشتغل على نفسك وتوكل على الله وخد بالأسباب وربنا هيكرمك. بس كده أنا خلصت. انزل بقى اشترك في القناة وفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو وشارك الفيديو مع الناس اللي محتارة تختار تخصص إيه. وبس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.